ماسكرانو مشكلة قلب الدفاع لم تحل في النادي الكتالوني، ولمسة حلوة والجول الأولاني. ادي أمامنا هنا برشلونة واليكسيس سانشيز يدشن أول الأهداف. تشافي، ميسي، اليكسيس تنفيذ الرياضة هنا، وبوجول يعود في سبتمبر. اليكسيس سانشيز في الدقيقة الثالثة يدشن أول أهداف الموسم، الهدف الملعوب بالاداء السهل الممتنع. تشافي في العمق، ميسي بلمسه حلوه قوي، اليكسيس سانشيز بلا اي رقابه. شوف امامنا الكوره، شوف الكوره، ادي امامنا ماسكرانو اتعملت حلوه قوي، وبيدرو امامنا التحرك، وبص تشافي ويا سلام على التحرك الجميل واللمسه الجميله هنا من جانب سيسك اللي صنع على فكره، واليكسيس سانشيز المثلث القوي، بيدرو الى اللاعب تشافي الى سيسك الى اليكسيس سانشيز اللي بيضع اول اهدافه هنا في الدقيقه الثالثه. لم يصمد ليفنتي كثيرا ولم يصمد كابيروس كثيرا امام هذا الهدف الاول. جول جميل لبرشلونه، جول ملعوب من الفريق الكتالوني هنا في ملعب الكامب نو. هو الوحيد اللي بيعرف الموضه، الباقي لسنا نجوم سينما، ويعني كل لاعب مع عيلته. ادي امامنا هنا ميسي مع العيله مع بيدرو بيوزع الهدايا، والتاني ادي امامنا هنا ميسي كبير العيله الكبير قوي في هذه اللقطه يضعها في المرمى، وادي نيمار، ويعني طبعا قلبه والكل يصفق لان المتعه حاضره والحفل كبير. حفل التقديم لتاتا، اول مباراه رسميه لتاتا في طبعا الدوري الاسباني امام الحشود الكبيره النهارده من الجماهير والعشاق والمحبين البلوجرانا. وميسي يفتتح وديفيد نافارو يعني كما ينظر الى ميسي، يعني عايز يقول ايه اللي جابني هنا النهارده. لاعب السابق في فالنسيا ومايوركا لاعب ديفيد نافارو. شوف امامنا هنا، شوف ميسي، ادي ميسي خدم يعني بيها بيدرو رجعها له. حيرانين دفاع، يراقبوا مين ولا مين. ادي امامنا هنا بيدرو المره دي بقى يصنع الكره الجميله الى ميسي، وميسي يسجل في الدقيقه 12 امامنا الهدف الثاني. اليكسيس سانشيز في الدقيقه الثالثه بنفس الطريقه من العمق الغائب النهارده بيدرو لوبيز. ادي امامنا هنا الضغط العالي، احد الاسلحه المهمه. ادي امامنا الضغط، شوف ميسي قطعها ازاي، ميسي الى داني الفيش الى ميسي، اللمسه الحلوه مش معقول، ده سيرك. امامنا هنا سيسك وداني الفيش، والثالث يعني ايه، حيرانين الدفاع بيلعبوهم ايه على مثلثات ضيقه. وشوف ميسي ازاي ضغط، وشوف اللمسه من لاعبي نادي برشلونه. وداني الفيش اللي كان غاب عن التسجيل في الموسم الماضي يعود للتسجيل هذا الموسم مع الفريق في هذه اللقطه. سجل في مرماه بالخطا في لقاء سويسرا بالراس، هدف كان ملعوب. وامامنا هنا ياتي له هدف معنوي جدا مهم جدا لهذا اللاعب داني الفيش، بقى 3-0 هدف في الدقيقه كام؟ الدقيقه 24. لكن بص شوف ميسي وداني الفيش عملها له حلو قوي، وميسي اخترق واتعملت في المساحه الضيقه. وادي امامنا سيسك، ومش معقول ابدا لسه كابيروس لسه قاعد بيتفرج زيه زينا. شوف هنا الخطا من ديفيد نافارو، اخطاء دفاعيه من الدفاع. وامامنا هنا الكعوب والداس على الكوره والكوره اللي في العمق. وادي سيسك عايز يعمل عرضيه يشيل الحارس نافاس. وامامنا هنا داني الفيش الهدف الثالث، 3-0 في 24 دقيقه. النتيجه اصبحت 3-16، وكان الهزيمه 5-0 امام برشلونه مع اتلتيكو. الهدف الرابع امامنا، التشكيله بقى تكتمل، بيدرو يسجل، يعني فرصه 5-0، يعني هي افضل نتيجه عندما كان مدربا لاتلتيك بلباو. وامامنا هنا في هذه اللقطه بيدرو في 26 دقيقه بيسجل الهدف امامنا الرابع، بيدرو رودريجيز، عشان يبدا يعني مشواره التهديفي. خلاص النهارده اللي عايز يبدا يسجل. ادي امامنا كابيروس مع ليفنتي، بدايه يعني غير مبشره مع مارتينيز. العام الماضي تعادلوا مع اتلتيكو في اول لقاءاتهم في الدوري، الموسم اللي قبله 1-1 مع ختافي اول لقاء في الدوري. حتى الان اهو بيدرو، لكن شوف التمريرات وشوف الكرات البينيه، وما زال الدفاع غير قادر على الرقابه. وادي امامنا هنا الحارس يعني كيلر نافاس، ولكن بقى كيلر هنا هدف من الكيلر، هدف من القاتل دائما. بيدرو رودريجيز يسجل في هذه اللقطه الهدف ليفنتي عملها، لكن امام لاعبي برشلونه يعني مع المهارات ومع ميسي اللي امامنا هنا 22 هاتريك في مشواره مع برشلونه، 16 منها في الليجا. ادي امامنا هنا بنتابع ميسي، ركله جزاء للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي الكبير امام الحارس المتالق نافاس. هل يفعلها نافاس؟ ولكن
ميسي امامنا هنا يضعها، والهدف الخامس في الدقيقه ايه؟ الدقيقه 41. الدقيقه امامنا هو ركله جزاء في الدقيقه 42، الهدف الثاني لميسي في هذه الليله والخامس لبرشلونه. 5-0، 5-0 حتى الآن أمام هذه الجماهير الكبيرة. 5-0 النتيجة الأسوأ لكابيروس مع اتلتيك بلباو أمام برشلونة، لكن أمامنا هنا بقى نتيجة سيئة جدا. شوط أول حتى الآن، شوف حطها إزاي، شوف ودى فين، قال له بقى كيلور نافاس شال له واحدة وتصدى الكرة خطيرة جدا من تشافي بالركلة حرة. لكن أمامنا الهدف الخامس لميسي، ليونيل ميسي، ونيمار يصفق إعجابا وكان يتمنى أن يفضل افضل تشكيله. شوف هنا لعبه على الكيف، وادي امامنا تشافي وهي عايزه 6-6، نصف دستة اشرار هنا حتى الان في هذه المباراه. لكن يعني مش معقول ابدا مباراه لبرشلونه، لكن امام منافس يبدو مستسلم تماما. الملاكم يلقي بالمنشفه عشان يوقف هذه يعني المهزله، ولكن امام هذه المهارات شوف امامنا اللمسه الدفاع يا راجل. خوان فران لسه بتعملوا مسات التسلل امامنا هنا، الفخ دائما وابدا يسقطوا فيه. وامامنا تشافي حتى الكوره اتحرك حلو وما لبستش قوي، لكن شوف بقى هنا لمست، والحارس الله يكون في عونه نافاس يعني يجدها من مين ولا من مين. 6 أهداف نظيفة حتى الآن في الشوط الأول. هدف في الدقيقة الأخيرة يسجله تشافي. الضغط العالي قل، الجهد البدني قل من نادي برشلونة. وادي امامنا هنا الخطأ، وادي امامنا هنا سيسك. يا سلام على الكورة، يا سلام على الروح الرياضية والتفاني، وبيدرو هو اللي يسجل. يا على الهدف، هدف عنوانه هو دي الروح الكتالونية، هو ده الحب اللي بيأتي بالبطولات. اللاعب اللي كان ممكن يسجل سيسك ولكن اداها لبيدرو، وبيدرو يسجل تاني اهدافه في هذه الليلة والهدف السابع، وتبقى النتيجة 7-0. ادي بيدرو، لكن شوف الخطأ الكبير، شوف الخطأ الفادح امامنا بيدرو لوبيز امامنا، وشوف الضغط. ادي امامنا نيمار وما لعبوش يعني اللاعبين، وكرة من هيكتور امامنا ما لعبوش على الصفارة، الحكم ما صفرش، وسيسك بيلعب على اللحظة الأخيرة. وشوف بقى هنا بيدرو، شوف بيدرو على طول هو اللي يسجل وهدفه الثاني. يبقى بيدرو هدفين، ميسي هدفين، أليكسيس سانشيز هدف، داني ألفيش هدف، وتشافي هدف. وامامنا بقى الخطأ، يعني الاخطاء ساذجة في هذه الليلة. هيكتور روداس شوف هنا اعتبر ان في خطأ، لكن الحكم لم يصفر، لم يعطي قرار. وامام